والسلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ اليوم جبنا لكم فيديو جديد اليوم. قبل أن نبدأ المقطع، أكيد عزيزي المشجع، أكيد عزيزي المشاهد، لازم تشترك إذا وقت مشترك، ولازم تعمل بزر اللايك. فيديو اليوم راح يكون ردة فعل على أسطورة الأساطير، أسطورة المنتخب السعودي ونادي النصر، الأسطورة ماجد عبد الله. للأمانة أنا كمشجع كروي بديت حياتي في التشجيع من سنة 2009 تقريبا، يعني 2009 قبلها بعدها يعني، بس اتوقع 2009. ما لحقت في اساطير كثير الامانه، ما لحقت عليهم. امانه الموضوع يخليك تندم نوعا ما، لكن آه، في يوتيوب في يوتيوب تقدر ترجع عليه تشوف مقاطع هذه الاساطير، تعطيهم نظره، تشوف قياس الجوده كيف لاعبين الحين عن لاعبين اول. فالامانه بنشوف اسطوره النصر والمنتخب السعودي ماجد عبد الله، اسطوره لا يختلف عليها احد بكل تاكيد. بنشوف مقاطع لهذه الاسطوره، وباذن الله انه يعني متحمس ما متحمس، لان شفت مقاطع اول مثلا الجمعان رايت تسديدات، جدا استمتعت في المقطع حقه. ما ادري الاثنيان شفنا ولا ما صالح النعيمه ولا اثنيان، شفنا واحد منهم كان من اروع ما يمكن. فباذن الله ماجد عبد الله اكيد بيكون ليفله كذلك من اروع ما يمكن. فلايك واشتراك، خليك مع المقطع. جاهزين. انطلقت الإثارة، انطلقت المتعة، موسوعة باتو الكروية تقدم لنا الأسطورة ماجد عبد الله. هذا طقم النصر يا عيال من أروع الأطقم اللي شفتها للأمانة، جدا رائع. اللي فيه خريطة النصر كان جدا رائع. بشوف الأسطورة ماجد عبد الله مع الدروب، الأمانة القوي جدا. بداية يا ساتر، واو واو، بداية جميلة يا عيال، بداية أنيقة جدا من أرقى المستويات البدايات. يا عيني يعني شوف هذا واضح، تصوير واضح. هي فيها سبرنت يا عيال، واو، ما شاء الله. شال المدافع. يا عيني السبرنت. يعني أول مرة تشوف كذا يعني مهاجم نحيف، يعني جسمه متناسق. مهاجمين آخر فترة صايرين في اشياء غريبه، في تضاريس غريبه في جسمهم للامانه. يعني نادر تلقى مهاجم في تناسق في الجسد، في مهارات، يعني في تناسق ومهارات بنفس الوقت. ما تلقاها هذه الحين. يعني يا تلقاه جسمه سيء بس انه يسجل، او انك تلقاه جسمه كويس بس انه هطف. نعم يا عيني الارتقاء، من اروع الارتقاءات اللي تشوفها. واو. يا عيني مرة ثانية. تدرون، بقول معلومة، شفتوا ارتقاءات. ترى من بعد بالضبط، يعني اللي اتذكر انا من بعد ياسر وناصر ونايف هزازي ومختار فلاتة ومهند عسيري، ترى ما قد شفت مهاجم يرتقي الارتقاءات هذه يا عيال. خلها هذه، مو هذه، امزح معك يا عيني يا الادب. يعني هذه الارتقاءات شفتوا هذه الارتقاءات، ترى ما صارت موجودة نهائيا. حتى المهاجمين الأجانب تجيبهم تلقاه أغلب لعبة رجل، ما تلقاه بالراس. ممكن مترو هذا يعني، بس ما هو مقنع مثل ما أنا أبي. يعني الارتقاء هذا جدا مرتفع ما هو موجود. شوفوا يعني على السبرنت، يعني على الانطلاق، واو لازم ياخذ الحارس. باكيت الحارس مع المدافعين هذا موجود، لازم يستمر. شوف الارتقاءات يا حبيبي، شوف الارتقاءات. لكم ارتقاءات هذه ما صارت موجودة، المهارات هذه ما صارت موجودة، الفنيات هذه ما صارت موجودة. لكن نسأل الله العلي القدير أن تزيد المواهب، يزيد الإبداع، لأنه بيزيد. كيف أخذ الحارس، حارس مسوي إنه بيقرأ، فهمت كيف؟ يعني قال لك هو كيب يروح يمين، خليه يروح يمين. ما فادت أبدا. شفت كيف؟ شوف هزيم شاد، شوف. يعني حتى هو ما موهله، هو قال لك الحارس انا بقراه، ما اقدر يقرا، لا ما راحت عليه. الكاس الذهبية 1900 السعودية والارجنتين. ايوه، واو. والله ما يمزح ابو عبد الله، ما يمزح. واضح انه مرة. شوف يا عيال، شوف ارتقاءات كيف. يعني كان في عندك حل، الحين صرنا نعتمد فعليا ركنيات،
الفاولات تعتمد على المدافعين اللي يسجل لك بالراس، يعني نادر تقول اوف والله المهاجم الفلاني ممكن يرتقي وياك، ما صارت. شوف ارتقاء يا عيال، من اروع ما يمكن فعليا. شوف بعدين كيف المهاجم تحسه قاحي، تحسه مهاجم صرف اللي تبيها. الحين قصات شباب والوان ازرق واخضر والموضوع فوضى والله، الموضوع خرج عن السيطرة للأمانة. يعني هذا مهاجم تحطه حتى لو ما سجل تخاف منه، تخاف، انا كمدرب اخاف اشيله فعليا تخاف تشيله يعني بالتشكيلة، فهمت كيف؟ فيعني الموضوع ما علينا يا عيني. اوكي، ارتقاءات اهداف ارتقاءات يا عيال فقط لا غير. شكرا. واذا بيسحب شال الحارس يعني تاكد مليار بالمية انه هدف. شوف ثلاثة يا عيال، ثلاث عليه ما شاء الله ما شاء الله. واو. لا رائع والله رائع، من اروع ما يمكن. يا ساتر بلنتي عليه حكم، وشات البلنتي وهدف. كثير والله كثير يا ابو عبد الله. شوف اوف. هذا من؟ هذا مو ماجد عبد الله، لكن هذا من اللي صنع من يعني اللي سجل ماجد، لكن اللي صنع من؟ سودوني باسمه. واو يا عيني. كيف يعني الكرة ما راح تعدي الا بهدف يعني. شفت كيف؟ بس ما اشكال مخيفة يعني اشكال فيها، فهمت كيف؟ شكرا لك. اوكي كثير يا ابو عبد الله، كثير يا ابو عبد الله. شال الحارس ما اكتفى قال لك اسجل الحين، لا ارجع واشوت مع المدافع. يعني موضوع ما هو سهل ترى. شوف ارتقاء، بس كيف ما تلقاه الفترة هذه، صعب جدا انك تلقاه يا عيني. واو. لا هذه يعني الحارس استهطف فيها شوي، ما ادري ايش كان قاعد يسوي. ترى يعني انت تشوف الاهداف مي حلوة، بس ما تدري الاهداف هذه وش كانت المناسبة فيها. يعني يمكن الهدف هذا احسن بطولة، انت تشوف الهدف مو حلو، لكن توقيت الهدف يعني غير مجرى بطولة مثلا. فما تدري شو الموضوع، من اروع ما يمكن. ابو عبد الله فل ارتقاءات ما شاء الله تبارك الرحمن. فل ارتقاءات ابو عبد الله. شوفوا هذه الحارس، اوكي ما شاء الله. شوف السبرنت يا عيال، شوف السبرنت. كرة طلعت من الشبكة، صح؟ كرة طلعت من الشبكة، اي والله. ابو عبد الله دقيقة لا تحتفل، اصبر. لا يحتفلون. هدف يا عيال، كيف كذا؟ عجيب من اغرب الاهداف اللي شفتها في حياتي الامانة. لكن على العموم اسطورة من اساطير كرة القدم السعودية النصراوية السعودية الخالدة، اسطورة المهاجمين ماجد عبد الله. امانة من امتع المهاجمين، مثل ما قلت لكم اتمنى ان نشوف هذه المواهب ارتقاءات تحديدا. يعني ما اتذكر متى جاء اخر ارتقاء الواحد يعني استانس فيه، يعني يمكن ما اتذكر هم الاسماء اللي ذكرتها لكم هي كانت اخر اسماء ترتقي يجوز. على العموم كذا وصلت المقطع، سؤال ما يعطيكم يعجبكم، لا تنسوا تعطونا رايكم تحت في الكومنتات، لا تنسوا تعطونا لايك شير سبسكرايب كومنت. سلام.